هعيش العمر كله فاكره لك الجميل ده يا عم مطاوع. ما هو يا بنتي ربنا ما يرميك في دقيقه ابدا. بس اقول ايه للحكومه؟ هتلاقي اللي تقوله يا عم مطاوع، ربنا يربحك. امري لله، اروح اتنازل بس على الله يرضى. كل ده عشانك انت يا نعمه. انا عارف انك بنت حلال وطيبه، اما اذا كان على ابوه ولا امه انا عايز بقى اقطع زماره رقبته. او ربنا يقدرك على فعل الخير. يلا بينا يا عم مطاوع. يلا يا بنتي، خد بالك من الدكان يا واد يا عبد لحد ما ارجع. حاضر يا عم مطاوع. عايز ايه يا بنت؟ ما تجيب الجاز بقى. على فين يا عم مطاوع؟ مشوار صغير لحد المركز وجاي يا معلم بطاوي. يلزم اي خدمه؟ تعيش يا معلم، مخلينك للعوزه. تشكر. لا متولي. نعم يا معلمي. مين البت اللي ماشيه مع بطاوي دي؟ دي البت اللي اسمها نعمت. نعمت دي ايه؟ اخت مرات عبد المجيد افندي المحوالجي. هي دي البت اللي بيقولوا عليها بنت يتيمة الابوين، قاعده معاهم من زمان قوي، انما بيقولوا لك تتحط على الجرح يبرى. اخر اموريه. لو حلوه. بتقول ايه يا معلم؟ بقول لك وما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ ما هي كويسه. البيوت اسرار يا معلم، يمكن ما جالهاش عدلها ولا يمكن قرايبها مش قادرين يشوروها، اصلهم ما معهمش اللضي. طب قوم انت، قوم شوف شغلك. يلا لم الصبيان واحقن الفراخ الميه التمام، فاهم؟ ايه؟ اعلفهم العلفه اللي هي. انا عايز الفرخه تبقى فرخه ونص. يلا قوم شوف شغلك، احنا داخلين على نص النهار اهو. حاضر يا معلم. فرخه حلوه واميره ومن كسره ويتيمه، فيش احسن من كده في الدنيا. خش يا خليل. تعيش يا نعمت. يا واد قول يا خالتي. انت جيت؟ ايوه يابا جيت. سبتوني مرمي في الحجز، لولا خالتي كنت رحت في ابو تلات تعريفه. وانا هعمل لك يا فالح؟ كنت قلت لك اسرق، مش امك هي اللي مالها امو؟ قول لي عملوا فيك ايه يا خليل؟ كان هيبهدلوني خالص ياما، لولا خالتي الله يسترها معاها. يلا يا نعمت روحي حضري للعيال الفرشه خليهم يتخمدوا. وانت انا ايه بتتسحب ورايح فين؟ يعني هكون رايح فين؟ هغور من وشك، المهم اغور من وشك ان شاء الله اروح في داهيه من غير مقاطعه. بعد الشر يا اسكتي، ده هينقطني. هيخش علينا وش الفجر برضه ونسحبه من على الباب مرمي طينه. دي عيشه دي يا جمالات. ايه عايزه ايه؟ عايزه اقول لك ما تجربي تعمليه كويس، يمكن ربنا يصلح حاله. اعمله كويس يعني ايه؟ اجيب له مزيكه حسب الله في الداخله والخارجه، افرش له الارض رمله صفرة، اقول له شبيك لبيك يا سي عبد المجيد احنا بين ايديك يا بعلي. لو ليه لا يا جمالات، مادام ده نصيبك اهو سوي امورك وعيشي في امان الله. مش كفايه الغلب، كمان نهار ليل مع نهار. جايه لي بعد 22 سنه جواز تقولي لي على الطريقه اللي اعيش بيها معاه؟ هو فيه بعد الفقر خيبه؟ وهعمله ازاي غير كده؟ ويا ريت فقير وخلاص، الا لسانه طويل وسكري وكل العبر فيه. ما يمكن بالمعامله الطيبه لسانه يحلو ويبطل السكر، والعبر دي كلها تبقى حسنات. يا اختي خليكي في روحك انتي وسيبيني في الخيبه اللي انا غرقانه فيها. قال على راي المثل دل الكلب عمره ما يتعدل. عايزين غطا. فين الحصيره؟ فين البطاريه مقطعه وكمان مش عايزين تجيبوها؟ حاضر جايه حالا. لا بتاكلونا ولا بتدفونا، الله يخرب بيوتكم. رجعت الفلوس يا سي يوسف. طب قولي عواف الاول ولا قولي ازيك يا يوسف؟ ازيك يا سي يوسف. ازيك انت؟ وحشتيني يا نعمة. تسلم. ما قلتليش. يا نعم. رجعت الفلوس لاصحابها. امال رجعتها طبعا. الحمد لله اهو على كده. نعمت. نعم يا سي يوسف. انت متأكدة انك بتحبيني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش بيقولوا من القلب للقلب رسول؟ اهو اسأل نفسك بقى وانت تعرف، انما ليه بتسأل؟ لا ابدا، بس يعني ايه؟ ايه اللي شغلك يا سي يوسف؟ حكايتنا دي هتخلص ازاي؟ دي هتبتدي. طب هتبتدي ازاي؟ انا كل امل ان الامور تتصلح وتبقى عالي العال،
وصدقني بكرة تكبر يا سي يوسف، هتكبر قوي، وساعتها هتيجي لجوز اختي وتطلبني منه واقول لك شبيك لبيك. موت يا حمار. انا ما اسمحلكش تقول على نفسك حمار. بلاش حمار يا سيدي، نصغرها شوي. ايوه كده اضحك يا اخي. ما عندكش فكرة انت كبرت في نظري قد ايه. ليه؟ كمان مش عارف ليه؟ عشان رجعت الفلوس يا سي يوسف. اهو كل واحد فينا بقى جواه حتة وحشة وحتة حلوة، والشاطر بقى اللي ربنا بيحبه بصحيح هو اللي يخلي الحتة الحلوة اللي فيه تنتصر على الحتة الوحشة. عشان كده انت كبرت في عيني. طيب ايه يا اخينا؟ بقى بقول لك الكلام ده كله عشان تقولي طيب. اهدى كله، مش معقول الريحة الحلوة دي. املي مناخيرك وشمي واتبسطي. اهدى كمان بتضحكي. اختي جمالات بتضحك، ده انا موعاش على الحكاية دي. ايه اللي حصل في الدنيا؟ اقعدي وتربعي وتفرجي. اهدى، 3 فراخ في الحلة؟ بتوع مين دول يا جمالات يا اختي؟ بتوعنا، واحنا اللي هناكلهم. مش معقول، مش ممكن. ايه اللي جرى؟ القيامة قامت؟ فرجت بالقوي يا نعمت. ايه اللي حصل صحيح؟ مش ممكن يكون فيه انبساط ولا سعادة في الدنيا احلى من كده. يا ريتك كنت جيتي واتفرجتي عليا وانا قاعدة كده مربعة وفي ايديا 3 فراخ عتائي وعمالة اشد فريشهم، انما تقولي ايه ماسكة ريش نعام. ويا سلام كده وانا بنضفهم واسقطهم في الحلة. ده ايه الاملة دي؟ مش قادرة اوصفلك انبساطي كان قد ايه. والادهى من كده بقى لما ناكلهم. برضو ما قلتليش يا اختي نكونش ورثنا. بس هنورث ايه؟ هو حد في عيلتنا حيلته باريزة؟ ايه الحكاية قوليلي. خلصت الفراخ ياما، عاوزين ناكل فراخ بقى. هي فراخ بحاوح هي ياما. والله ما صدق الا اذا كلتها واتهضمت كمان. يلا ياما خلينا ناكل بقى اذا كانت الحكايه بجد. يروح يا واد انت وهو وهي دلوقتي، الفراخ على النار اهي، نص ساعة زمن والاكل يكون جاهز. يلا امال انت وهو ما ترخمونيش. خلينا ورا الكداب لحد باب الدار. بينا يا عيال. سعدية تعالي هنا يا نعم بنت. ياما. خدي يا حبيبتي، شيلي قدامي، شيلي ريش الفراخ والتنظيف ده. اوديه فين ده ياما؟ ارميه يا حبيبتي قدام الباب عشان الجيران يعرفوا اننا بناكل فراخ. حاضر ياما. ما قلتليش يا جمالات يا اختي. يا عيون جمالات، يا قلب جمالات. ايه ده كله؟ انا مش مصدقة ايه التغيير اللي حصل لك ده. التكشيرة على وشك كان بقالها شهر راحت في ثانية. اقعدي يا حبيبتي يا روحي، اقعدي. الحمد لله هتبقى عال قوي. اسم النبي حرص وصين وجوز اختك قاعد معاه. هو سي عبد المجيد جوز اختي بقى اسم النبي حرص وصينه؟ ايوه يا اختي امال. قاعد مع مين؟ قاعد مع المعلم البطاوي. البطاوي ده يبقى مين يا اختي؟ السعادة والخير، الهنا والسعادة. مين يعني؟ حد ما يعرفش المعلم حمام البطاوي؟ يكونش بتاع الفراخ؟ اكبر تاجر فراخ وبيض. هو بقى اللي جاب الفراخ دي؟ جاي شايل إشي فراخ وإشي بيض وإزازة شربات وإزازة منكر لجوز أختك عشان يشرب وينبسط. وجاي ليه يا اختي؟ بقى مش عارفة جاي ليه يا اختي. جاي لك يا نعمت، جاي يخطبك طالب القرب. قرب؟ صبرتي ونلتي. انت كان عندك حق لما رفضتي الفقر والفقرة. كنت هتخيبي خيبة اختك لحد ما جالك عدلك اللي بصحيح. جالنا الغاني اللي هيأكلك كل يوم فراخ وحمام ويفطرك بتحاف. واحنا كمان يا اختي انا والعيال وعبد المجيد هينبنا من الحب جانب. ايوه يا اختي بس ده ولاد اختك هيطيروا من الفرحة بعد ما ولعنا تحت الفراخ. بيدعولك من قلبهم يا نعمت. هياكلوا فراخ على حسك يا نعمت يا اختي. ايه جيت يا نعمة اختي؟ ايوه يا سي عبد المجيد. امال ما دخلتهاش بالشربات يا جمالات؟ جايه حالا يا اخويا. شربات ايه يا اختي؟ انت هتكسي ولا ايه؟ انا مش بتاعه الحاجات دي. هو انا لسه صغيره على الكلام الفارغ ده؟ بس صغيره ده ايه؟ خشي يا عروسه، شيلي الشربات وخشي شيلي. يلا يلا يا نعمة. يا سي عبد المجيد اسمح. يلا امال يا حبيبتي خشي. ده مش هيكلفنا حاجه ابدا، هيشورك على حسابه. ايه دي الجوازه اللي تفرح. خشي
يا اهلا يا اهلا يا معلم. اهلا بيك يا سعد المجيد افندي. اتفضل يا نعمت. نعمت يا معلم بطاوي. اهلا وسهلا يا اهلا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اتفضل يا معلم الشربات. تشكر. اتفضل يا متولي. الله الله، على فين يا نعمت؟ معلش بقى مكسوف. لا مؤاخذة يا معلم. لا ابدا يا سعد المجيد، ما هي لازم تعمل كده. خلاص يا سعد المجيد، اتفقنا. متفقين يا معلم، في صحتك. اشرب بقى وانبسط يا سعد المجيد. ما تاكلي يا نعمة حتة فرخيتك. الله مالك؟ انا عارف مالها. اذا ما كنتيش هتاكلي حتتك هاتي حته يا نعمة. خد يا حبيبتي. وانا اديني حته يا نعمة. خد يا حبيبي. وانا كمان. خدوا اهو. ايه الحكايه يا نعمة؟ مالك؟ مفيش حاجه. رايحه فين؟ رايحه انام. سيبها دي تلاقي الفرحة مش سايعاها. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي يا يوسف. شايفه الفرحه ماليه البيت. اختي اللي عمرها ما ابتسمت الضحكه ما فرقتش وشها. الولاد الدنيا ما كانتش سايعاهم من الفرحه وهم بياكلوا الفراخ والبيض. عبد المجيد جوز اختي لاول مره الاقيه بيتكلم مع اختي زي البني ادمين وبياخد ويدي معاها. اهو خفت اهد ده كله، خفت اطلع اللقمه من بقهم. ده العيال كانوا بيبصوا لي وفي عينيهم كل الامتنان والشكر لان السبب في انهم بياكلوا الفراخ. من سنين طويله وهم ما يعرفوش منظرها. مسؤوليه كبيره قوي عليا. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. طب والحل؟ مش عارفه يعني ايه؟ يعني هتتجوزيه مثلا؟ مين اللي قال كده؟ ده لو حتى ما بحبكش لا يمكن اقبله. ده حرامي وغشاش. انت مضطرة يا حرام. ما قلتلك ما فيش اي قوه هتجبرني على الجواز وانا مش عايزه. يعني ايه؟ يعني هتصرف. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ما بخرفش يا اختي ولا حاجه. طب الاول كنت بتتحججي ان اللي بيقولك فقرة، دلوقتي حجتك ايه؟ اهو راجل غني ومقتدر وعلى العال. إذا كنت خايفة طول عمري أشقي ولادي بالفقر فأنا إذا اتجوزت الراجل ده أبقى جنيت عليهم وعلى نفس العمر كله. جنيت على ولادي بأب جاهل غبي سمعته معروفة، حرامي ونصاب وبيحقن الفراخ بالمية وبيتاجر في البيض الكسر عشان يغتني بأسرع ما يكون. بقى مطلوب مني إني أجيب لولادي أب فيه كل الصفات الوحشة دي. راجل وحش عنده 9 عيال، أجيب له أنا كمان 9 عيال يبقوا 18 ابن حرامي ليه؟ عيالي الفرحانين اللي فرجت عليهم دول ذنبهم ايه؟ مش عامله حسابهم ليه؟ مش ابوهم ده اللي مربيكي وقاعده تاكلي من كده؟ طب ردي الجميل يا شيخه، جاتلك الفرصه تردي المعروف، رديه. انت بتعايريني؟ انا بشقى ليل ونهار باللقمه دي. انا ما حدش له جمايل عليا، ومع كده يا ريتني كنت اقدر. انا كنت ادي روحي لاولادك اللي هم اعز عليا من اي حد في الدنيا، لكن مش بالشكل ده. كلام ايه المعوج ده وحركات ايه دي؟ ايه يا جمالات في ايه؟ بسلامتها قال ايه؟ مش عاوزه تتجوز المعلم بطاوي. ايه مراتك بتقولي اني على عليكم. معلش استحملوني، فاتك كتير ما بقى الا القليل، انما ما تجبرونيش اعمل حاجه مش عاوزه اعملها. مش هعمل حاجه غصب عني. ده راجل مليان يا نعمة وهيخليكي. ما تتعبش نفسك معاها، انا عرفت كل حاجه. عرفت ايه؟ الحكايه فيها إنة ايه يا جمالات؟ الحكايه فيها سر. الكلام ده ما يخش النافوخ ابدا. كل واحد تطلعي لي فيه العبر والقطط الفطسانه. ايه يا اختي، تكونيش فاكره روحك البرنسيسه ولا السفيره عزيزه؟ انا لا برنسيسه ولا عزيزه يا اختي. ما انا عارفه انك لا برنسيسه ولا غيره. يبقى سبب قفلك الباب في وش اللي بيجيلك ايه؟ حاجه بقى احنا مش عارفينها. يعني هيكون ايه؟ ضروري ماشيه مع واحد مالي مخها. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا جمالات؟ احنا حريم يا اختي زي بعض ونفهم في الحاجات دي. يا جمالات كده ما يصح. واللي بتعمليه ده مش عيب يا نعمه؟ طب نفهم بس ايه الحكايه ونتصرف على اساسها. اسكت انت، بلا اساسها بلا يحزنون. ايش فهمك انت يا وليه لم لسانك لا اقطعهولك من لغلوه. انت تقطع لي لسان انت؟ يا اسكت يا وليه، مش فاضي الخناق دلوقتي. الكلام